انا عندي انترفيو في فودافون يو كي، بس بجد بعطل وانا بتكلم. انا اول انترفيو ليا كانت في تيلي بيرفورمانس، واترفضت في الفيرست انترفيو. بعد كده واترفضت ليه؟ اترفضت عشان البي ساوند ما كنتش كونفيدنت، واترفضت عشان التي اتش ساوند والسي اتش ساوند والجي ساوند. تمام. ده كله لقيته في الفيدباك. وما كنتش كونفيدنت وما كنتش، وكان عندي انتربشنز كتير، اللي هو كنت كل ما اقول حاجه اسكت بعديها شويه واقول الحاجات دي كلها، وارجع اقول الكلام تاني. ما كنتش بحط في كلامي مثلا sounds like it looks like I was like you know so. ما كنتش مثلا بحط alternative، زي مثلا كنت بقول but. كنت كل شويه اقعد اقول and. فالموضوع ده بيخليك تترفض في الانترفيو. وبعديها على طول يعني انا اشتغلت بعديها على طول، بس خدت شهر ما بين التو انترفيوز. الشهر ده نزلت فيه برنامج اسمه هلو توك، وكل يوم كنت بفتح فويس روم واسميها باس فروم ذا انترفيو. كان في ناس بتخش لي ونقعد نبراكتس، اللي هو ايه، نعمل مثلا مسابقه، ما زي مثلا نعمل questions زي introduce yourself, what you gonna do with the angry customer، واحنا نرد بقى. كنت ببراكتس كل يوم على البرنامج. انا وناس عايزه عندها نفس الجول وعايزه تعدي من الانترفيو. وبعديها بشهر على طول عملت انترفيو واتقبلت واشتغلت، وفضلت فتره كبيره شغال. وبس كده.